مساء الخير على الجميع. وكالعادة وربنا ما يقطعها عادة، النادي الأهلي يفوز على نادي الزمالك بنتيجة 3-0 في بطولة الدوري المصري المجموعة مرحلة الحسم. ولكن هنا عايز أقول حاجة، وجهة نظري ثابتة ولن تتغير، هي إن في بعض اللعيبة الموظفين، اللعيبة العالة التي لا تستحق أن ترتدي تيشيرت النادي الأهلي ولو لساعة واحدة. لعيبة ما كانتش تحلم ان هي تخش من بوابة النادي الاهلي، لعيبة مش مقدرة حجم المسؤولية وحجم الحاجة اللي بيفرضها عليك الشعار وتيشيرت النادي الاهلي، وهي الرجولة والحماس واللعب لاخر دقيقة. يمكن النهاردة كانت صحوة طبيعية للعيبة عايزة تحسن وضعها، تحسن صورتها قدام الجمهور، تقول لهم والله احنا ممكن نأدي وممكن نلعب، بس عايزين يعني ايه، يقول لك العيب في المدرب، يقول لك العيب في المنظومة، يقول لك اي حاجه. يعني كانوا النهارده بيلعبوا دي صحوه مؤقته مش صحوه طبيعيه، واقول لك ان الماتش الجاي ممكن يحصل دروبات عادي جدا، مفيش اي مشكله. ولكن السؤال هنا موجه لنادي الزمالك، امتى هتكسبني؟ يعني انا في اضعف حالاتي وانا مستوايا في النازل، وبقالي اكتر من 4-5 ماتشات نازل سلخ وجلد في لعيبتي، شويه الموظفين اللي احنا بنقول عليهم، ولكن انت مش عارف تكسب. وهي دي المعضله اللي انا دايما اقولها لك، انت بتكسب الدوري مش عشان انت حلو او عشان انت كويس، لا، علشان الاهلي وحش، علشان الاهلي وحش، والاهلي في اضعف حالاته، وزي ما قلت لك وهو فاقد الامل. وطبعا احنا ما بنرميش المنديل الا مع اخر ثانيه في بطوله الدوري، ولكن الموضوع انا بقول لك الموضوع صعب جدا 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 ان لم يكن يرتقي الى المعجزه. ولكن امتى هتفوز؟ امتى هتفوز يا راجل؟ المدرب ده افشل مدرب جه في تاريخ النادي الاهلي، وافشل مدرب اجنبي دخل مصر في تاريخها، عامل عليك ريكورد، عامل عليك ريكورد. اللعيبه والمستوى اللي في النازل بقالهم زي ما قلت لك 4-5 ماتشات، النهارده كسحتك في الملعب، داست عليك في الملعب، وده تمامك ومقامك اللي ده انا دايما بقوله لك، معضلتك التاريخيه هي النادي الاهلي. انت مش بتكسب عشان انت كويس، لا، علشان الاهلي وحش. حتى في معظم الدوريات اللي انت بتاخدها الاهلي بيكون فايز عليك فيها، رايح جاي، يا اما رايح ومتعادل يا اما جاي ومتعادل، عادي، عادي جدا. ده الطبيعي، وزي ما قلت لك ده ما بيقللش منك كنادي الزمالك، كيان كبير ومحترم وكل حاجه، ولكن الاقاويل اللي انتوا كل يوم بتتحججوا بيها والتحكيم، وقبل ما الحكم يجي بتعلقوا الشماعات وبتعملوا كل حاجه. الحكم النهارده جاملك في ضربه جزاء لا ترتقي ان هي تكون ضربه جزاء من وجهه نظري، من وجهة نظري، الله أعلم، الله أعلم، من وجهة نظري أنا لا ترتقي لضربة جزاء. في حد تاني ممكن يشوفها ضربة جزاء، ده رأيه، إنما أنا بقول لك من وجهة نظري المتواضعة. وضربة جزاء الزمالك ضربة جزاء 100%، الحكم يعني ما عملش اي حاجه تذكر، ما اثرش على نتيجه المباراه، كان عادل جدا في اي، يعني في اي قرار اتخذه. ولكن انت بعد الماتش اللي فات، بعد ما الاهلي اتغلب من بيراميدز 3 بظلم تحكيمي بين والغاء هدف صحيح وركله جزاء، كل ده الاهلي ما اتحججش وطلع قال ده احنا عملنا وعملنا، والدموع واللطم والشتيمه على السوشيال ميديا ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده، لا. طلعت انت بقى بتتفاخر، بيراميدز رزعوا 3 واحنا كمان هنرزعه ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده، ودايما بتتعايق بحاجه انت مش عارف تعملها ومش قادر تعملها. اهو بيراميدز رزعني 3 يا سيدي ماشي، انت عملت اللي عمله بيراميدز، قدرت تعمل اللي عمله بيراميدز، ليه دايما تقول واحد عمل كده، واحد سوى كده؟ ليه ما تقولش انا عملت كده؟ ليه دايما بتتعايق على رأي المثل، يعني ليه دايما القرعة بتتعايق بشعر بنت اختها؟ ليه ما تقولش انا عملت؟ ليه دايما الكل بيعمل وانت واقف محلك سر؟ ليه انت ما بتعملش؟ انت قليل؟ انت شايف نفسك قليل يعني للدرجة دي اللي انت تطلع تتباك، يعني تتفاخر وتتباهى ان بيراميدز كسب الاهلي 3؟ اهو رزعك انت 3 الماتش اللي بعدها على طول، عشان ما يبقالكش حجة، علشان يكتمك، عشان يقول لك ان انا حتى وانا في اضعف حالاتي ومستواي البدني والفني وكل حاجة، ومدرب حلاق قاعد بره او والله ما يرتقي الى الحلاق، مع احترامي الكامل للحلاقين، لا يرتقي ان هو يلم كور من الملعب، كسبك 3 مع الرأفة، غير اللي ضاع، غير ضربة الجزاء اللي ضاع، يعني كان ممكن يعمل عليك سكور. وشهر مايو بصراحة بقى عقدة بالنسبة لك، يعني شهر مايو بيتهيألي بقى عقدتك التاريخية، مرة شايل فيه 6 ومرتين 3، الله أعلم بقى، الله أعلم ما هيحصل لك إيه، أنت هتتعقد من شهر مايو لدرجة إن التأجيل الجاي هيبقى بسبب
ان هو المباراه ممكن تكون في شهر مايو. لو اهلي وزمالك جه في شهر مايو تاني بعد كده هيطالبوا بتاجيل المباراه او هيتحججوا باي حاجه عشان ما يلعبوش المباراه. هم كده التكات دي بتاثر عندهم جدا، زي لون الفانيلا، العب مش عارف بالنبيتي ده بيضايقهم، العب مش عارف بايه ده هم والله العظيم دي مقولات حقيقيه. لو يعني كان مرتضى بيقول لك اللبس ده كان يعني مش عارف بيبقى مصدر فقل للزمالك، العبوا بده بيخافوا منه. وشويه لعيبه برضو سابقين كده كانوا بيقعدوا يقول لك الفانيلا ديت بيخافوا منها. اهو انت لبست ابيض، لبست اسود، لبست نبيتي، لبست برتقال، لبست في كل الحالات الاهلي واخدك ودايس عليك في اضعف حالاته، في اقوى حالاته، كويس وحش، مستوى نازل، مستوى طالع، بمدرب بدون مدرب، بمصري بغير مصري، كل حاجه النادي الاهلي بيعملها عليك انت، لانك انت تمامك وحجمك قدام النادي الاهلي معروف. ودايما لما تيجي تطلع تتكلم ويبقى عندك حرقه وتبقى مبسوط وفرحان قوي ان الاهلي اتغلب من بيراميدز، ونتيجه زي ما احنا قلنا يستحقها اللعيبه العاله والموظفين اللي ما لعبوش غير بس 10 دقائق طوال احداث المباراه، ولكن كان في جدل وظلم تحكيمي، وبرضه سيراميكا جدل وظلم تحكيمي. كل ده عمر ما طلعنا قلنا شماعات وعلقنا الشماعات. لا، انت بالنسبه لك والله لو قاوت ملعوب يعني اتحسب عليك بالغلط ممكن تطلع تصيح فيها 3 4 ايام، ممكن تقعد تتكلم فيها مدى الظهر زي يقول حسن شحاته كده اللي من 40 سنه عادي مفيش اي مشكله. وده زي ما قلت لك ده اسلوبك المتبع. اهو النادي الاهلي النهارده بيعلمك الدرس، بيديك درس قاسي، بيشربها لك ساده، واخدها ساده النهارده مع الرأفه. انت بقى كنت فرحان ومبسوط لما بيراميدز فاز على الاهلي 3-0 وقلت خلاص بقى الامور حسمت وانا رايح بقى ايه اخد اتوج بالدوري في الماتش بتاع الاهلي وهكسب الاهلي سكور. وعلى راي المحللين والنقاد الكل يقول لك لا الزمالك اقوى، الزمالك فايق، النادي الاهلي في النازل، مستواه الفني، اهو كل مساوئ النادي الاهلي دي، والنادي الاهلي رزعك، والنادي الاهلي يعرفك تمامك ومقامك. وزي ما قلت لك النادي الاهلي لما يكون قوي محدش بيقدر يقف قدامه، ولكن لما يكون ضعيف بيدي الفرصه لبعض الانديه ان هي تتنافس وتاخد لها دوري، تاخد لها بطوله عادي مفيش مشكله. لكن طول ما الاهلي قوي وعنده روح واصرار ورجوله وحماس زي ما كنا بنشوف قبل كده محدش يقدر يقف قدام النادي الاهلي. وماتش بيراميدز مش مقياس تماما ل موقف النادي الاهلي او قوه النادي الاهلي، لا النهارده زي ما قلت لك صحوه عاديه جدا، لعيبه عايزه تحسن منظرها قدام الجمهور، عايزه تطلع تجيب كل العيب على المدرب او المنظومه الاداريه في النادي الاهلي والكابتن طبعا عادل مصطفى والحوارات اللي كنا بنسمعها. ولكن زي ما قلت لك الموضوع صعب. بطولة الدوري الأمل الوحيد اللي هو يكون فيه تعثر في الماتشات الجاية للزمالك، لأن بيراميدز المواجهات المباشرة بين الأهلي وبيراميدز بتصب في صالح نادي بيراميدز، ولكن المواجهات المباشرة إذا تساوي الأهلي والزمالك المواجهات المباشرة في صالح النادي الأهلي. الأهداف النهاردة النادي الأهلي تخطى الزمالك بهدفين وأصبح على بعد هدف كمان من نادي بيراميدز. الموضوع صعب ولكن مش مستحيل. وزي ما قلت لك النادي الاهلي لاخر دقيقه بيلعب على بطوله الدوري او اي بطوله بيخشها النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي الرهان عليه كسبان، ولكن يجب التخلص من بعض اللعيبه العاله او اللعيبه الموظفه اللي جايه مش عارفه يعني ايه حجم وتيشيرت النادي الاهلي. والنهارده ما شفناش نادي الزمالك ظهر باي كوره هي باستثناء كوره واحده خطيره اللي انقذها مصطفى شوبير وكوره ناصر منسي في اول المباراه، غير كده ما شفتش نادي الزمالك ولا شفت اللعيب اللي كان المفروض هينضم وكانوا بيطالبوا ان هو ينضم المنتخب البرازيل على راي اغلب نقادهم ومحللينهم الافزاز وعمالقه التحليل والنقد اللي هم بيلوموا المدرب انشيلوتي ان هو ما خدش بيزيرا. النهارده شفنا بيزيرا بيضحك عليهم، اقسم بالله بيخش يضحك عليهم، يعيط، يجيب جون، يعمل اسيست، يروح للجمهور ويعمل كده. انما في الماتشات الكبيره كل سنه وانت طيب مفيش هو نفس اللاعب اللي كان بيلعب عليه كوكا نفس الحكايه برضه سبحان الله، وبيكهام اتغيروا عليه والاثنين قاطعين عنه ميه ونور. قول لي احصائياته النهارده كده، قول لي ايه التمريرات الحاسمه، قول لي عمل ايه، قول لي فاز بكام كوره مشتركه، قول لي عمل كام مراوغه ناجحه. مش هتلاقي صفر، هتلاقي كل الزمالك صفر، فانا دايما اقول لك تمامك ومعضلتك وكابوسك هو النادي الاهلي، ودايما خليها حلقه في ودنك. انت مش بتفوز عشان انت قوي، لا عشان الاهلي ضعيف. سلام عليكم.